هنا بقى بلوم ليها حرية حركة، يعني عايزين يسهلوا الحركة على الست ازاي تاخد حاجتها وتمشي بنظام معين على لاين واحد، بحيث ان هي ايه تخلي الحركة بتاعتها سهلة جوه المطبخ. ازاي هنشرحها دلوقتي. يعني مثلا انا ما ينفعش احط الحوض جنب البوتاجاز، ما ينفعش يتحطوا كده. مثلا ما ينفعش احط البوتاجاز جنب اي تاور عشان ما يحرقوش، يعني مثلا ثلاجه او دولاب زي ده ما ينفعش نحط البوتاجاز جنبه عشان ما يحرقوش. فاحنا لازم نحط الضلع فيه البوتاجاز وضلع فيه الحوض زي كده، تمام، وضلع فيه الثلاجه، او ممكن لو هو حرف ال فانا ممكن ابعد عن الثلاجه او احطها في نفس الضلع وابعدها عن الحوض او حاجه زي كده. عندنا الدايناميك سبيس، تمام. دي بلوم تبقى عايزه تعمل حريه حركه للست بحيث انها تمشي على لاين واحد. زي ما قلنا اول حاجه ان هم عايزين ياخدوا من الدولاب ده مثلا، هاخد منه المعلبات بتاعتي او الحاجات اللي انا هطبخها، تمام. وبعد كده لو في اطباق او كوبايات او حاجات زي كده او معالق، فانا باخدها من هنا. بعد كده بروح على الحوض فببدا اغسل حاجتي، وبعد كده بروح على منطقه التحضير، وبعد كده بروح على منطقه الطهي. دلوقتي احنا هنشرح عملي برضو لحد ما الطريقه اللي هم حابينها، فكره ان هم الدايناميك سبيس، ان احنا نمشي على لاين واحد عشان يبقى الحركه بتاعتنا سهله. هنبدا من منطقه التحضير، بنفتح الدولاب ده بيطلع لنا الحاجات بتاعتنا فاحنا بناخدها، تمام. اذا كان بقى معلبات او زي ما قلنا خضار او حاجه زي كده حسب التخزين بتاعنا او حسب اللي هنحضره. وبعد كده بناخد هنا في معالق او سكاكين او الحاجات دي كلها اللي احنا برضه هنشتغل بيها. فوق هنا ممكن ناخد كوبايات برضه حسب توزيعنا احنا للحاجه. بعد كده بنبدا نخش على الحوض الغسيل، نشطف حاجتنا. بعد كده بنخش على منطقه التحضير، ان انا احضر اقطع، تمام. بعد كده بخش على منطقه الطهي. كده احنا اتعرفنا على الطريقه اللي بيستخدمها بلوم في توزيع المطبخ. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده في طريقه في توزيع المطبخ اللي هي مثلث الحركه، وبلوم هنا برضو بيزود علينا شويه ان هو يقول في دايناميك سبيس في حته ان يبقى الحركه فيها لاين واحد، تمام. في طبعا اشكال تانية او حاجات تانية، وكل مطبخ ليه برضو اسلوبه وليه طريقه توزيعه. استنونا في حلقات تانية هعرفكم ان شاء الله بشكل اكتر وعملي اكتر ان احنا نعرف التوزيعات بتاعتنا، ويبقى كل واحد يقدر يوزع مطبخه بشكل اسهل.